السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم فقاس بمناسبة عيد الفطر اللي ما كيخطى حتى مائدة مغربية. كيجي رائع ولذيذ ما شاء الله بمقادير بسيطة وطريقة جد سهلة. تبعوا المقادير وطريقة التحضير، خليكم مع الفيديو حتى الأخير. كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، كتحضريه في نهارو، ما كيكون فيه لا كسر لا والو، ما كيتهرس ما والو، كيجي لذيذ بزاف. كيف كتشوفوا هنا راه في التقطاع كيتقطع لكم بسهوله. هنا خليته غير جوج سوايع فقط، يعني ما خليته الابد لا والو، وراه كيجي ناجح ومضمون. نمر المقادير على بركه الله. كنحتاجوا ليه 3 ديال البيضات، كنضيف قبصه ملح وساشي فانيليا وكأس من السكر. عندي هنا قشرة برتقالة كتعطي واحد النكهة لذيذة بزاف كتجي فيه. هنا كنخلط الكل بالخلاط اليدوي حتى كينسجموا ليا المقادير كاملة وكيذوب ليا داك السكر. وهنا كنضيف كأس من الزيت، نفس الكأس اللي عبرت به كنعبر به كلشي المقياس. وهنا كنضيف ملعقة كبيرة من النافع، نصف كأس من الزنجلان أو السمسم، وكأس من اللوز. اللوز هنا راه غير مسحاه، ما كنرقدو لا في ما كنرطبو لا في الماء الزهر لا والو. وهنا ضفت كذلك ملعقة ونصف من ماء الزهر اللي كيعطي واحد النكهة زوينة. هنا كنخلط الكل. وكنبدا نضيف الدقيق تدريجيا. بالنسبة للكمية ديال الدقيق، هنا خدا معايا تقريبا
750 غرام حتى ل 800 على حسب النوعيه ديال الدقيق، حيت كاين نوعيه اللي كيشرب وكاين نوعيه اللي ما كتشربش الدقيق بزاف. لهذا عينكم ميزانكم كتبقاو تضيفوا شويه بشويه وانتم كتجمعوا في الخليط حتى كتحصلوا على عجين اللي كيكون لين. وهنا كنضيف خماره من فئه 8 غرام وكنستمر في اضافه الدقيق تدريجيا حتى كندخل الكميه اللي احتاجيت كامله، وكنتحصل على عجينه اللي كتكون لينه. كنقسمها على 3 الاجزاء اولا 3 ديال لي بوده. هنا كنشكلهم على شكل بيبوده. هنا فين ما كتبان ليا دوك حبات اللوز خارجين كنحاول ندخلهم، كنحربلهم على هذا الشكل وكنوضعهم في اللاطه اللي غادي تدخل الفرن. هنا كنحتاج اصفر بيضه مع القليل من الخل. الا توفرت عندكم القهوه سريعه الذوبان كتضيفوها حتى هي. وكندهنهم بطبيعه الحال وكنزوقهم بالفرشاة اولا بالشوكه، وكنتكهم من الفوق اما بابره اولا بالفرشاة نيت كيف ما موضح في الفيديو، كيف ما عملت انا هنا في الفيديو. وكندخلوه للفرن على 180 درجه مده ديال 45 دقيقه. كنشعلوا ليه غير من الاسفل، الفرن كيكون بارد ما كيكونش سخون، وكنخليوه مفتوح شي شويه حتى كيشد راسو. غير كيشد راسو ما كنخليوش يتحمر بزاف، غير كيشد راسو وكنخرجوه. بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا كنتكهم بالفرشاة غير شويه، ما كنوركش عليهم بزاف باش ما كيتفرقعوش. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا وخرجتهم. كناخذ واحد المنديل اللي كيكون فازق وكنغطيهم مزيان، فازق ومعصور بطبيعه الحال كنعصروه مزيان وكنغطيهم بالسلوفان وكنخليهم واحد 2 سوايع تقريبا هكاك انا اللي خليتهم
صافي وكنبداو كنقطعو فيه. راه كيتقطع بسهوله وما كاين فيه لا تضياع لا والو، ما كيضيعش لكم نهائيا كيف ما كتشوفوا، غير السكين يكون حاد. صافي كنرجعوه في اللاطه، نرجعوه للفرن، كنشعلوا ليه من الاعلى وكنخليوه يتحمر وكنقدموه. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي ما شاء الله كيشهي، كيجي بنين ولذيذ ومقرمش. جربوه وما تنسونيش من التعاليق ديالكم المحفزه اللي كتشجعني دائما باش نشارك معكم الجديد.